ستتخذ قرارا مفاجئا مع الفيفا للفوز على المنتخب المغربي. حسين عموتة الإدارة الوطنية المغربية يخرج بأول تصريح بعد إعلان انضمامه رسميا إلى نادي الأهلي المصري لسحب البطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب مايكل أوليسي في مباراة فرنسا أمام الباراغواي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 2026. أكدت قناة RMC الفرنسية أن الخطوة التي كانت متوقعة من الاتحاد الفرنسي بالفعل اليوم الاثنين، حيث كروي بإرسال طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنذار أوليسي من أجل استعداده بشكل مريح إلى المنتخب المغربي في مواجهة الربع النهائي. ولو أن ذات المصدر أن الاتحاد الفرنسي اعتمد خلال مراسلته للفيفا على توثيق مطالبه بمقطع فيديو من مباراة بداعي أن أوليسي لم يقم بأي تصرف يستدعي حصوله على الإنذار. ويذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره المنتخب الفرنسي في ربع نهائي المونديال في يوم الخميس المقبل على الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي. أكد الإطار الوطني المغربي حسين عموتة مدرب الجديد لصفوف نادي الأهلي المصري سعادته الكبيرة بالتوقيع أو بتولي قيادة الفريق، مشددا على أن هدف مواصلة حصد الألقاب وإسعاد الجماهير النادي. وقال عن المؤتمر الصحفي لتقديمها: أتقدم بالشكر لإدارة النادي الأهلي برئاسة محمود خطيب وياسين منصور وأعضاء المجلس الإداري الذين منحوني الثقة للانضمام إلى المنظومة أفضل نادي في إفريقيا من حيث الأرقام والإنجازات. وأضاف: يشرفني تحمل مسؤولية تدريب الأهلي، وأعرف جيدا أن جماهيره لا ترضى إلا بالبطولات والانتصارات، وأتمنى أن نقدم موسما يليق بتاريخ النادي، وأعتقد أن الإمكانيات المتوفرة تجعلنا أقرب للمنافسة على جميع الألقاب. وتابع: أنا من المدربين الذين لا يفضلون الكثير الحديث والظهور الإعلامي، وأطلب من الجميع عدم الضغط علي في هذا الجانب، لأن تركيزي سيكون مصبا على العمل داخل الملعب. أهنئ منتخبي مصر والمغرب على ظهورهما المميز في بطولة كأس العالم، وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري أمام الأرجنتين ببلوغ دور الربع النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي. وكشف حسين عموتة: مفاوضاتي مع الأهلي انطلقت قبل أكثر من شهر، وكانت البداية مع سعيد عبد الحفيظ، ثم تواصلت معي مع ياسين منصور قبل أن أتوصل إلى اتفاق بشأن جميع تفاصيل العقد والشروط. وشدد حسين عموتة: التعاقد مع اللاعبين لن يقتصر على المغاربة. صحيح أنني أعرف إمكانيات اللاعبين المغاربة جيدا، لكن الأهلي نادي عالمي وسنتعاقد مع اللاعب الأنسب بغض النظر عن جنسيته. الاعتماد على لاعبين شباب سيكون بشكل تدريجي وفق احتياجات الفريق، وأؤمن بأهمية منح الفرص للعناصر الصاعدة في الوقت المناسب. واختتم حسين عموتة تصريحه قائلا: تدريب الأهلي فرصة كبيرة لا تتكرر كثيرا، وأعرف حجم الضغط الجماهيري داخل هذا النادي، وعلى الجميع أن يتعايش معه، لأن جماهير الأهلي تمثل قوة حقيقية للفريق.